الفيلم ديال اليوم كيبدا مع واحد الراجل شيباني اللي كان كاتب ديال الروايات البوليسيه اللي مشهور في العالم كامل، اللي كان سميتو هارلان ترومبي. هارلان واحد الراجل اللي كان في القمه ديال اللبس عليه، كانت عنده واحد الثروه اللي خياليه بزاف. كان عايش في واحد القصر اللي فخم، وهو الراس ديال واحد العائله اللي كانت كبيره ومتشتته بزاف ديال البلايص. واليوم كانت واحد المناسبه اللي مهمه، حيت كان غادي يكمل العام 85 ديالو، وبهذا السبب جمع عائلته كامله تحت سقف واحد باش هكا يحتفلوا بهذه الخطوه بطريقه اللي كانت كبيره، ويخليو هذا النهار حتى شي واحد ما ينساه. ولكن هذه الفرحه غادي تقلب لواحد المأساة في الصباح ديال الغد ليه، ملي الخدامه ديال هارلان مشات تفيقو من بيتو. تصدمات فاش لقات واحد المنظر اللي كان مرعب. لقات الجثه ديال هارلان ميته قدامها. فمن مورا واحد السيمانه اللي دازت على هذه الحادثه، هنا فين غادي نتعرفوا على الممرضه ديالو اللي هي واحد البنت اللي كانت شابه ودرويشه اللي سميتها مارتا. فملي مات هارلان هذا الموت المفاجئ، ومارتا مسكينه كيقتلها غير الخوف والوسواس حيت كانت قريبه منه بزاف. واحد شويه ولد هارلان اللي سميتو والت عيط لمارتا في التليفون وقال ليها بلا راه خاصها ضروري ترجع للدار، حيت البوليس غادي يجيو غدا باش يحققوا مع العائله كامله ومع اي واحد خدام في هذا القصر. فمارتا وافقت ومشات. وفي نهار الاخر كيف ما قال والت بالضبط، جاو جوج ديال المحققين ديال البوليس اللي سميتهم اليوت وانغر، وبداو التحقيقات ديالهم مع البنت الكبيره ديال هارلان، واحد المراه اللي سميتها ليندا جلست معاهم وهي كتبان لي هادئه ومرتاحه، فجاوبات بكل هدوء على كاع دوك الاسئله ديالهم. وفي داك البيت بالنيت كان جالس حتى واحد المحقق اخر اللي كان مشهور اللي سميتو بينوا بلانك، اللي استغل الفرصه وبدا كيطرح ليها في الاسئله ديالو دقه. فملي المحققين سالوا مع ليندا، جا الدور ديال راجلها ريتشارد وبداو كيحققوا معاه حتى هو وطرحوا عليه بزاف ديال الاسئله. من بعد عيطوا للتحقيق على واحد المراه اخرى اللي سميتها جوني، اللي هي ارمله ديال ولد هارلان اللي كان مات شحال هادي. ومن مورا جوني عيطوا حتى على بنتها ميك، واخا باقا شابه وصغيره سولوها بزاف ديال الاسئله. وفي الاخر عيطوا لوالت وسولوه على كاع داكشي اللي وقع ديك الليله، وكاع الناس الاساسيين حقوا معاهم البوليس وجوج مرات اللي كانوا متفرقين. فملي بلانك هضر مع كاع الناس قال كلشي بلا راه الموت ديال هارلان وقعت في الليله ديال الحفله، وهو كيشك بلا راه شي حد من العائله هو اللي غادي يكون قتلو، او على الاقل غادي يكون عارف الحقيقه مخبيه. وهنايا بلانك بدا كيقلب في العلاقات اللي بين كاع الافراد ديال العائله، ودغيا يكتشف بلا راه العلاقه ديال هارلان مع الاغلبيه ديال عائلته كانت خايبه بزاف. ومن بعد دارت بينه وبين مارتا واحد الهضره اللي كانت طويله في وسط الشريده، ومن خلال هذا الحوار ديالهم مارتا كشفت لي على شي معلومات اللي كانوا خطيرين على ريتشارد، وشرحت ليه بلا راه في نفس النهار اللي مات فيه هارلان ريتشارد وقع بيناتهم واحد الصداع في البيرو، حيت شيباني اكتشف بلا ريتشارد كيخون ليه بنته ليندا وعنده واحد الفيديو كدليل. فهارلان هنايا كان معصب بزاف حيت ريتشارد غدر ليه بنته، وهاد المدابزه كانت طومات لواحد الوقت اللي كان طويل. وهي مارتا ملي كانت كتعاود ليه هادشي للبلانك فجاه بدات كترد، وهادشي حيت مارتا اصلا عندها واحد الحاله فيزيائيه اللي كانت غريبه، حيت كل ما حاولت على انها تكذب داتها كترفض وكتقلب عليها البعده ديالها وكتبدا ترد في البلاصه. واخا هكاك الاسم جوني دغيا طلع هو الثاني في الليسته ديال المشتبه فيهم، حيت هارلان فضحها مؤخرا ملي لقاها كتسرق ليه واحد الفلوس اللي كانت كثيره. وكنتيجه لهذا الشيء هارلان قطع ليها دوك المساعدات الماديه اللي كان كيعطيها بصفه نهائيه، وبهذا السبب جوني كانت معصبه بزاف وكانت محلفه عليه. ملي شاف هاد الدافع اللي كان واضح بزاف، بلانك حط جوني كمشتبه فيها ثانيه. والاسم الثالث طلع هو والت، حيت حتى هو وقع ليه مشكل خايب مع باه، لدرجه ان هارلان جرى عليه وحيد سميتو من دار النشر ديال العائله. وعلى وضوح هادشي بلانك حطوه كمشتبه فيه الثالث، ولكن المشتبه فيه الرابع والاخطر هو رانسوم اللي ولد ليندا، حيت في الليله اللي مات فيها هارلان حتى رانسوم دابز مع جدو واحد المدابزه اللي كانت خايبه. فبلانك شك فيه حتى هو من خلال دوك التصرفات الغريبه والتحركات ديالو اللي كانت في شي شكل بزاف. بلانك رجع هضر مره اخرى مع المحقق اليوت وتصنت لكاع دوك التسجيلات ديال الناس اللي كانوا هضروا معاه. من بعد بدا كيتفكر في دوك الاحداث ديال الليله المشؤومه فين مات هارلان. وغير سالت الحفله مارتا دات هارلان لبيتو، وفي داك الوقت جوني كانت كدير في التامل وسمعت صوت بحال شي حاجه اللي طاحت في الارض. فملي مشات للبيت ديال هارلان طل، هارلان فتح الباب وقال لها بلا راه كلشي بخير، وغير واحد اللوحه ديال اللعب ديالو هي اللي طاحت. فجوني رجعت لبيتها. ومن بعد كنشوفوا ليندا وريتشارد كان فيه الموت ديال الناس، ولكن ليندا ما قدراتش الناس. وفي وسط الليل شافوا مارتا اللي كانت دايزه، وفي نفس الوقت كان والت كيكمي برا مع ولدو جيكوب، وشاف داكشي اللي كان كيسحب ليه بلا راه با هارلان نازل من الدروج، وقال ليه باش ما يبقاش ينزل من صاصه الليل. وداك الخيال رجع لفوق لبيتو. فبلانك حس بلا راه كاين شي حاجه غلط في هذه القصه، حيت على حساب هاد الهضره راه حتى واحد ما كيبان هو القاتل.
وقرر بلي راه البنت الوحيده اللي غادي توصل الحقيقه هي مارتا. هنايا المحققين رجعوا بداو كيهضروا مره اخرى مع مارتا، وهاد المره مارتا كشفت ليهم بزاف ديال التفاصيل. شرحت بلي راه ملي مشات هذيك الليله للبيت ديال هارلان كانت كتعطيه في الدواء ديالو، ولكن القراعي طاحوا ليها الارض. ومن بعد ما دارت ليه ديك الشوكه تصدمات ملي قرات في التيكي وكان كيسحاب ليها بلا راه عطاتو واحد الجرعه زايده وقاتله ديال المورفين، وقالت ليه بلا راه خاصنا ضروري نمشيو للسبيطار. ولكن هارلان رفض حيت عارف راسو غادي يموت وخاف على مارتا لا تصدق واحله في هادشي وتضيع حياتها. فملي شاف هاد الروينه كامله مارتا دخلها الرعب وحاولت على انها تخرج من البيت، وهي كدير هكا رجلها ضربات في الرجل ديال هارلان وطاحت للارض بواحد الصوت اللي كان قاصح بزاف، وهذا هو الصوت اللي سمعته جوني وطلعت تشوف. من بعد هارلان كذب على جوني بالخصوص ديال اللوحه ديال اللعب، فمارتا رجع دخلها الرعب مره اخرى. هارلان هنايا رد البال وبدا كيشرح ليها الخطه وقال ليها ديري كيف ما غادي نقول لك، طمنا على انها تخرج قدام كل شيء باش يشوفوها بلا راها مشات، ومن بعد ترجع وسط الليل في الطوموبيل وتباركي فين ما كتشوفش الكاميرا ديال المراقبه. مشات نيشان طلعت من السلوم ديال الخشب ديال القصر، ولكن وحده من هذوك الرجل ديال السلوم تقسمات على جوج، فوصلت البيت ديال هارلان ولبسات حوايج ودات نازله من الدروج، وتما فين كان والت شافها اللي كانت راجعه اللور. فملي كنشوفوا هاد اللقطه كنفهموا في الاخر بلا راه والت ما شافش هارلان، راه شاف مارتا اللي كانت لابسه حوايج ديال باه. ومن بعد هادشي مارتا بدلات حوايجها وبدات نازله ثاني مره اخرى، ولكن شافتها الجده الكبيره ديال الدار وتخلعت وهي تنطق بالاسم ديال رانسوم حيت هو اللي كان كيسحب ليها. شافت فهنايا مارتا رجع لها عقلها ورجعت في حالها. فمارتا عاودت هاد القصه لبلانك والإليوت، ولكن خبات بلايص مهمه ديال الدو والشوكه باش هكا ما توليش متهمه. وفي هذا الوقت المحامي ديال هارلان وصل للدار حيت قرب وقت ديال القراءه ديال الوصيه، وفي هذاك الوقت بالضبط جيكو كشف بلا راه كان في الطواليت ملي سمع هارلان ورانسوم كانوا كيدابزوا، ورانسوم كان كيغوت ويهدد في جدو. فملي سمعوا هادشي كاع الناس اللي كانوا في ديك الدار تصدموا وطلبوا واحد التوضيحات من رانسوم، ولكن رانسوم دار السبه وخرج في حاله. وفي برا كنلقاو الكلب ديال هارلان اللي جاب البلانك هذيك الطرف المهرس ديال السلوم اللي كانت مارتا رماتو، وفي بلانك تصدم ومشى كيجري به للداخل. من بعد المحامي قرا هذيك الوصيه كامله وكلشي تبلوكا وتصدم ملي لقاو هارلان خلى كاع الاملاك ديالو المليارات اللي عنده بسميه ديال مارتا بوحديتها. وغير سمعوا هذا الاسم ديال مارتا كاع الناس تعصبوا حيت مارتا بالنسبه ليهم غير خدامه وصافي، فكانوا ظريفين ليها وكيبينوا ليها بلا راهم زوينين، ولكن غير عرفوا بهذه الوصيه تقلبوا عليها وهجموا عليها كاملين. من بعد رانسون وصل بطوموبيلته وركب معاه مارتا وداها بعيد من تما، فمشاو بجوج بهم وجلسوا في واحد الكافي. ورانسوم حيت عارف مارتا ملي كتكذب كترد بدا كيخلعها وكيقترح ليها واحد الاتفاق، قال لها الا بغيتي تخرجوا منها بخير خاصك تنزلي لي على كاع دوك الاملاك اللي عندك، حيت انا دابا عرفت تقريبا كل شيء اللي طرا بينك وبين جدي في داك النهار. ومن بعد مارتا رجعت للدار. مارتا قلبت الصندوق ديال البوسطه ديالها ولقات لداخل واحد التحليل ديال السموم ديال هارلان اللي كان صيفطوا ليهم واحد العنوان ديال المبتز، فخداتو ومشات عند رانسوم حيت هو اللي كيفهم اكثر، وقالت ليه ما فهمتش شكون اللي صيفط ليه هاد التحليل وعلاش، كنظن بلا راه شي حد اخر عارف شنو وقع في داك البيت ديك الليله. تما رانسوم قال ليها ما تخافيش غادي نمشيو للمختبر فين دار هاد التحليل، ولكن غير عندهم بجوج مشاو بيهم تمايا ووصلوا للبلاصه لقاو شي حد اللي شاعل العافيه في داك المختبر كامل باش هكا يقدر يطمس الادله. من بعد هنا وصل الميساج للتليفون ديال مارتا اللي كان فيه واحد العنوان ديال المبتز، وقبل ما يقدروا يقولوا شي حاجه بلانك شافهم وبداو كيجريو، وبلانك كان تابعهم وكيجري موراهم في واحد الكورس اللي كان اسطوري حتى شدوهم البوليس وقبطوا على رانسوم. فبلانك تما قال مارتا انا هضرت مع الجده ديال رانسوم وقالت لي بلا راه شافت في هذاك الليل كان نازل من الدروج وهذا الخبر كيفي باش نقبضوا عليه. فبلانك مشى مع مارتا العنوان اللي صيفطوا ليه المبتز، وغير دخلات شافت ديك الخدامه الاخرى ديال الدار اللي كان سميتها فران اللي حتى هي يديها كانوا مربوطين وكانت كتموت. فران قالت ليها بلا راه كانت عندها واحد النسخه ديال التحاليل ولكن شي حد دار ليها السم، فمارتا حاولت انها تعتقها بالانعاش ولكن في الاخر ماتت. وهذا الشيء علاش مشات عند بلانك وعاودت ليه القصه ديالها كامله، وقالت ليه بلا راه غادي تقولها حتى العائله وما غادي تخبي والو واخا تمشي للحبس. فرجعت للدار وعندها واحد العزيمه باش تقول كلشي الحقيقه، ولكن قبل ما مارتا تفرقع الربانه قدام العائله وتهدر بلانك وصل وحبسها وقال لها بلاتي انا اكتشفت اللغز كامل، وبدا كيعاود لها السيناريو الحقيقي. شرح بلا راه الكميه ديال المورفين اللي كانت في التحاليل كتعني بلا راه شي حد اللي بدل الدواء من برا، وهذا الشخص هو رانسوم. وقال مارتا انت راك بريئه وما قتلتي حتى شي واحد حيت انت اصلا ممرضه ومجتهده، يعني يديك كتعزل الدواء بلا ما تحتاجي تشوفي حتى التيكي.
وعطيتيه ديك الجرعه الصحيحه. ولكن رانسوم حيت كان بدل القراعي، هادشي علاش هارلان مات، حيت ذبح راسو باش انه يقدر يحميك وصافي. وبلانك كشف بلا رانسوم هو براسو اللي كراه وجابو باش يكتشف الجريمه، حيت البوليس كان كيسحب ليهم راه غير انتحار وصافي. ورانسوم كان باغي بلانك يفضح مارتا باش هكا طر من هذيك الوصيه. وملي العائله كانت في الجنازه كامله، رانسوم رجع للبيت ديال جدو باش هكا يقدر يبدل القراعي ورجعهم الاصل ديالهم. ولكن فران شافته وعاقت بيه وصيفطات ليه ميساج كتبتزو. ورانسوم مشى عند فران وعطاها واحد الجرعه قاتله ديال المورفين وكتفاه ويحرق داك المختبر. وما كانش كيصحاب ليه بلا راه مارتا غادي توصل بديك النسخه الاخرى. وفي ذاك الوقت صونا التليفون ديال مارتا من السبيطار، ومارتا دارت السبه وقالت لهم بلا راه فران باقي عايشه وغادي تكشف كل شيء. وغير رانسوم سمع هادشي تعصب وبدا كيعترف بدوك الجرائم ديالو كاملين قدام البوليس، وهو كيسب في العائله وبغى يقتل مارتا بواحد السكين. ولكن مارتا في ذاك الوقت بدات كترد ديريكت في وجهه. هنا رانسوم عاقب بلا راه مارتا اصلا كذبت عليه، يعني فران راها بصح ماتت. وملي الاعتراف ديالو تسجل كامل في التليفونات ديال البوليس شدو رانسوم وداوه الحبس. وهذاك السكين صدق حتى هو غير واحد اللعبه ديال ميكا. فملي شافوا هادشي كاع الافراد ديال العائله تصدموا، حيت طاروا ليهم المليارات ديال الفلوس. ومارتا سولات بلانك انت عقتي بيا. بلانك جاوبها بلا راه فهمها من النهار الاول ملي شاف ديك القطره ديال الدم في صباطها، ولكن كان عارفها غير درويشه وماشي قتاله. ومن بعد بلانك مشى فحالو. وفي اللقطه الاخيره الاسطوريه كنشوفوا العائله كامله كانت كتشوف مارتا اللي واقفه في البالكون ديال القصر، وكانت هازه واحد الكاس ديال القهوه في ايدها اللي مكتوبه فيه ماي هاوس ماي رول. ومن الشوفه ديالها فو كاملين بلا راه هي الملكه الجديده ديال هاد الملايين كاملين. اما هما خرجوا بيديهم خاوين 0 درهم. وهكا كيسالي الفيلم ديالنا ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش ديما يوصلكم جديد. باي باي.